أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات ميت ذا جورو. الحلقات اللي بنتكلم فيها مع ضيوفنا عن موضوعات ليها علاقة بالعمارة بالإنتيريور ديزاين. والنهاردة معادنا مع الحلقة التانية من السلسلة الخاصة بتصميم المطابخ، وإزاي نوصل في الآخر لمطبخ مريح بالنسبة لك مع المهندسة المعمارية والإنتيريور ديزاينر منى مجدي. ولو ما كنتش شفت الحلقة الأولى أسيب لك لينك ليها علشان تشوفها وما يفوتكش حاجة وتقدر تكمل معانا باقي الحلقات. فيلا بينا نبدأ حلقتنا. أهلا بيك يا منى في الحلقة التانية معانا. أهلا بيك يا أحمد، ونتمنى تكون الناس استفادت من الحلقة الأولى. أكيد طبعا يا منى. احنا وقفنا الحلقة اللي فاتت على ان الكلاينت خلاص استقرينا معاه على التفاصيل الأساسية الخاصة بالمطبخ، فحابين نعرف ايه الخطوة اللي بعد كده. تمام يا أحمد، خلينا نتكلم النهاردة عن نقطة قلناها في الحلقة الأولى، وهي أشكال المطابخ المختلفة أو اللي أوت. عشان نبسطها للناس أكتر، نقصد هنا شكل تقفيلة المطبخ وعدد الخوايط اللي هنستخدمها في التقفيلات دي. بالظبط يا أحمد، دلوقتي إحنا عندنا نوعين من المطابخ، ونقدر نزود عليهم نوع تالت. النوع الأول الأوبن كيتشن، النوع التاني closed kitchen، النوع التالت semi open kitchen، وكل نوع منهم هنشوف ليه أكتر من لي أوت. جميل جدا. وايه الفرق بين الأنواع دي وعلى أي أساس أختار واحد فيهم؟ الفرق إن الأوبن كيتشن هو مطبخ مفيهوش خصوصية، يعني المفروض يكون مفتوح على زون أو فراغ لأهل البيت زي الليفينج مثلا. حاجة كمان، يفضل الأوبن كيتشن يكون مساحته كبيرة نوعا ما، فبالتالي أقدر أستغنى عن حيطة كاملة منه كوحدات تخزين. ونفهم من كده العكس بالنسبة للكلوزد كيتشن، إنه بيراعي الخصوصية وبنستغل فيه كل الحوائط في عمل وحدات تخزين، لأن ممكن ما تكونش مساحته كبيرة. بس ناخد بالنا إن إحنا بنتكلم عن الأوبن كيتشن والكلوزد كيتشن من منطلق وحدات التخزين، مش بصفة عامة. لأن لو هنتكلم in general، يفضل استخدام الأوبن كيتشن في المطابخ الصغيرة علشان يدينا إحساس أكبر بالاتساع. وطبعا كل تصميم مطبخ وليه ظروف، ودي صورة بتوضح الأوبن كيتشن، ودي صورة بتوضح الكلوزد كيتشن. تمام جدا. كده احنا اتكلمنا عن نوعين. طيب بالنسبة للنوع التالت اللي هو سيمي اوبن. السيمي اوبن كيتشن ده نوع وسط بين النوعين اللي فاتوا، وعلى الأغلب بيبقى حل للمطابخ اللي هي كلوزد، بس برضو عاوزين نحس إحساس الأوبن. فمطبخنا بيبقى كلوزد عادي، بس فيه الحيطة اللي بنشيلها ونحط مكانها بار، سواء على ارتفاع 75 سنتي كأنه ترابيزة أكل، أو على ارتفاع 110 سنتي كبار. وباقي المسافة من فوق البار للسقف بنعمل لها تقفيلة تفتح وتقفل. تفتح في الوقت اللي مفيش فيه ضيوف وحابين ما يبقاش فيه خصوصية، وتتقفل في الوقت اللي عاوزين نحافظ فيه على الخصوصية. والتقفيلة دي ممكن تبقى شطر أو خشب أو قطعات ألمنيوم بإزاز مصنفر أو إزاز عاكس وغيرها من الأشكال. زي كده في الصورة دي استخدمنا قطاع الألمنيوم بإزاز شفاف لو الكلاينت حابب الفصل يكون سيمي كلوزد. أما في الفيديو ده فهنشوف إن التقفيلة هنا عبارة عن ألواح من بديل الخشب فوق البار، منطبقة بالمفصلات بتتقابل مع الباب الجرار لحجب الرؤية تماما. وفي الصورة دي بنوضح فكرة الشطر، رغم إن ده مش مطبخ ولكن نفس فكرة التقفيلة على البار. كده عرفنا الفرق بين أنواع المطابخ اللي على أساسها نقدر نقرر إيه اللي يناسبنا بالظبط. ندخل بقى على أنواع اللي أوتس الخاصة بالمطابخ. تمام يا أحمد، بالنسبة للكلوزد كيتشن فهو مقسم لأربع أنواع: 1 single wall kitchen، 2 gallery kitchen، 3 L-shaped kitchen، 4 U-shaped kitchen. بالنسبة للأول layout فبيكون على ضلع واحد بس، وده بيكون اسمه single أو linear، وده طبعا بيكون في المطابخ اللي عرضها صغير 1.5 متر أو أقل زي الصورة دي. في الكيس دي عندنا عمق اليونت 60 سنتي وفراغ الحركة 90 سنتي. وفي حالة لو خلينا فيه وحدة جنب الباب وضلفتها بتفتح جنب الباب، كده هيبقى عرض المطبخ 180 سنتي، أو ممكن يوصل ل 210 سنتي، علشان الضلفة ينفع تتفتح وما تقفلش على فتحة الباب زي الصورة دي. هنلاقي عمق اليونت 60 سنتي، وعرض الفراغ المتبقي بيبدأ من 120 ل 150 سنتي. وكان الأفضل في الحالتين علشان الباب ما يكونش عائق لينا إننا نعمل باب جرار
sliding door، ودي صورة بتوضح أبعاد اليونتس بتاعتنا في حالة إن الأجهزة built in، ودي صورة بتوضح لو الأجهزة عادية مش built in. وهنا هنوضح مثلث الحركة اللي هو مش هيكون مثلث حركة، هو هيكون على ضلع واحد أو خط واحد، ونراعي المسافات بين الأجهزة زي الصورة دي، بحيث لازم يكون في مسطح عمل لكل جهاز. يعني البوتاجاز يفضل يكون يمينه وشماله مسافة 60 سنتي لراحة اللي بيستخدم البوتاجاز، وكذلك الحوض. ودي صورة تانية للمطبخ نفسه بتوضح أفضل ترتيب لكل الأجهزة ومسطح العمل لكل جهاز. يعني لو هنبتدي من اليمين هنلاقي عندنا منطقة تخزين الطعام اللي هناخد منها اللي محتاجينه، وننتقل على منطقة التنظيف اللي هي الحوض باللون الأزرق، وبعد كده منطقة تحضير واللي باللون الأصفر، ومنها لمنطقة الطبخ اللي هي باللون الأحمر، وآخر منطقة بعد الفرن هي منطقة تخزين أدوات المطبخ. ودي صورة للسينجل وول كيتشن، وهنلاحظ هنا إن طول الحيطة ما كانش كافي لوجود مسطح عمل شمال البوتاجاز. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة التانية من سلسلة حلقاتنا عن تصميم المطابخ. بنشكر المهندسة منى ونستناكم إن شاء الله في الحلقة التالتة، وعشان توصل لكم الحلقة التالتة ادعمونا باللايك والشير والسبسكرايب والكومنت، وهسيب لكم لينكات منصاتنا على السوشيال ميديا أيا كان المنصة اللي بتتابعنا عليها، وبرضه هسيب لكم لينك البيج المهندسة منى على الانستجرام عشان تتابعوها عليه. أشوفكم على خير، سلام عليكم.